أكدت مصادر صحفية مغربية اليوم الاثنين رسميا حسم صفقة انتقال الدولي المغربي سفيان أمرابط من نادي فيورنتينا الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية. يعني يا الإخوان، الصفقة ديال أمرابط اليونايتد صافي تحسمات وما بقاتش حقها البارسا أو شي فرقة أخرى. ونقل عدد من الحسابات الموثوقة في منصة تويتر خبر عن الحساب الرسمي للصحفي المغربي أناس إيزم، الذي أكد انضمام نجم أسود الأطلس إلى العملاق الإنجليزي، مضيفا: لم تتبقى سوى بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان الرسمي للصفقة. أمرابط في اليونايتد بحسب مصادر مغربية. ولم يكشف المصدر المذكور أي تفاصيل عن مدة العقد أو القيمة المالية والذي سيربط نجم فيورنتينا بفريق الشياطين الحمر، حيث سيكون حال تأكد الصفقة رسميا تالي تعاقد إدارة اليونايتد هذا الصيف، بعد كل من موسم ماونت نجم خط وسط تشيلسي والحارس الكاميروني أندري أونانا، الذي وقع عقدا انضمامه في 20 يوليو قادما من انتر ميلان الإيطالي. وشهدت علاقة أمرابط بإدارة الفيولا حالة من التوتر وصلت إلى حد قطيعة مؤخرا، بعد أن أعلن النادي الإيطالي خروج النجم المغربي من قائمة الفريق خاصة من الموسم المقبل. وينتهي عقد أمرابط الذي تقدر قيمته التسويقية ب 30 مليون يورو بحسب ترانسفور ماركت مع الفيولا. وأشارت تقارير سابقة إلى أن اللاعب أصر كثيرا على مغادرة النادي الإيطالي بعد أن خاض رفقته 107 مباريات في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 7230 دقيقة لعب. ويصنف أمرابط ضمن أبرز لاعبي الوسط المدافعين في العالم، وقد دعا صيته بصورة لافتة عقب تألقه مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس قطر 2022. كما ارتبط اسم أمرابط بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وقد بدا الدولي المغربي قريبا من إكمال انتقاله إلى قلعة الكامب نو خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تتعثر الصفقة السابقة بسبب معاناة البارسا اقتصاديا. كما راجت أنباء عن اهتمام أتلتيكو مدريد الإسباني وأهل جدة السعودي بالتوقيع مع الدولي المغربي قبل دخول مانشستر يونايتد بقوة على خط اللاعب في الأسابيع الأخيرة. كنشكركم، وكان هذا هو الخبر. مبروك للأمرابط، مبروك للمغاربة. أمرابط إن شاء الله في اليونايتد غنشوفوه في البريمير ليغ، غنشوفوه مع فرقة كبيرة، وإن شاء الله يقدم مستوى جيد. وتهلاو.